قبل ما تلبسي شيب وير او كورسيه تحت الفستان تعرفي ان انتي في جسمك كورسيه طبيعي. عضله اسمها الترانسفيرس ابدومينس. العضله دي عامله زي الحزام، كل ما بتشديه كل ما الوسط بيصغر اكتر. طب ازاي تمرني الترانسفيرس ابدومينس؟ اول تمرين هو تمرين بنعمله من غير ما نقصد. كل ما بنيجي نتصور بتشفطي بطنك 15 ثانيه، وتكرري الموضوع ده 3 ل 4 مرات ورا بعض، وتعيدي التمرين ده مرتين في الاسبوع. تاني تمرين هو البلبك مارشنج. بتقعدي على ظهرك وبتتمشي برجليكي كده اكنك بتتمشي في الهواء، والتمرين ده برضو بيمرن العضله. تالت تمرين اسمه الديد باك او الصرصار المعلوب. انتي بتقعدي على ظهرك وبترفعي رجلك وايديكي لفوق. رابع تمرين هو البيرد دوج، وهو ان انتي بتقعدي على ايديكي ورجليكي وبترفعي رجل واحده ومع ايد واحده وتبدلي، وانتي طبعا شاده الكور. ده كان اول فيديو من سلسله يانا يا المانيكان اللي هنتكلم فيها بالتفصيل ازاي تغيري تفاصيل جسمك عشان توصلي لاحسن صوره لنفسك. السلسله دي مش عشان احنا كلنا نبقى قالب واحد زي المانيكان، لان في حاجات ما بتتغيرش، زي مثلا عرض القفص الصدري او عرض الحوض. فالسلسله دي هتساعدك توصلي لاحسن صوره لنفسك، مش هتخلينا كلنا نفس القالب.